هنعمله حبايبي مع بعض نايتشي كده جميل جدا، هيعجبكم. طري وخفيف جدا، ببيضة واحدة، كوبايتين دقيق، معاهم معلقة بيكنج باودر، ومعاهم معلقة نشا. النشا والخل ليهم فايدة قوي لما يكون حتى الدقيق مش ضمناه، بتحطي معلقة نشا بيفرق معاكي. ونص كوباية زيت، وكوباية سكر. هنا طبعا الدقيق حطيته مع البيكنج باودر يتفاعلوا مع بعض. وهنا بيضة، هي بيضة واحدة اللي انا حطيتها في الصينية، مع حبة فانيليا. هضربهم كده مع بعض كده بالمضرب العادي. اللي عايز بقى يحط الحاجات دي في الخلاط يحطها، بس انا قلت صراحة اللبن دافي مش مستاهلة بقى خلاط يعني. برضو عشان برضو ما نوسخوش بقى كذا حاجة كده، انا قلت كلها مع بعضها، هي ما خدتش وقت اصلا يعني. وكوباية السكر، والسكر حبايبي حسب الرغبة، اللي عايز يزود يزود، اللي عايز يقلل يقلل. وكوباية طلعت كويسة يعني. ونص كوباية زيت. هتعجبكم قوي وفعلا جميلة يعني، حتى شغلها حلو. دي بقى كوباية لبن دافي، ما ينفعش اللبن يكون ساقع يعني، دافي، مش اللي انت برضو حاطه بره التلاجة، مدفينه على النار. ومعلقة خل كبيرة. كل ده بقى بيفتح لنا الكيكة يعني، عشان نبقى زي النايتشو كده اللي بنجيبوه من بره. يبقى هنا الإضافة حطيت معلقة خل والنشا بتفرق معايا أوي في الكيكة. هنا دول كوبايتين دقيق. طبعا أقل من ربع كيلو دقيق عملنا صينية كيكة حلوة وبيضة، فطلعوا جمال جدا والله، وخفاف هيعجبكوا أوي يعني. بس عشان اللبن دافي ما خدتش وقت خالص في الضرب. وهاخد من الخليط ده معلقتين كبار، عشان اعمل الوش بتاع الكيكه، عشان اكني بقى نايتشي بتاع بره يعني، مش محتاجه كلام يعني. وبحط معاهم معلقه سكر بودره وحبه لبن، عشان طبعا الخليط تقيل جدا، وانا عايزه خليط خفيف يعني. ومعلقتين لبن بالظبط، او معلقه ونص كده، مخدتش لبن ياما يعني. بعدين هنا الصينيه، ولو عندك ورق زبده حطي، بس انا هي طلعت برضو على طول يعني. وطبعا عشان القوام خفيف في الصينيه، ما خدتش وقت في الفرن يعني. سخني الفرن من قبلها، هتاخد معاكي 10 دقايق، ربع ساعة. ده الخطوط اللي انا عملتها في قلب بس الكيس اتخرم زيادة يعني، بس بقى مرضتش افضيه تاني صراحة. بصوا يا حبايبي، الشكل كده جبناه على قد ما نقدره، عشان طبعا الكيسة زعلتني لما اتخرمت زيادة. بس طبعا ما كملش في الفرن، عشان طبعا خفيفة. واقسمها بقى واحط فيها جزء مربى، واحط التاني عليه. طبعا الحمد لله قسمتها بالوايم وطلعت صح. هنا قدرت كده النص. بس اهم حاجه نسيبه كيكه تبرد، ما نطلعوش على طول، عشان ما تتقطعش مننا. بتسيب الكيكه وقت كده تبرد، وبعد كده بنقطعوها، مش اول ما تطلع من الفرن نشتغل فيها. هنا بعد طبعا ما خلصتها، حطيت الجزء التاني عليها.
وبعد كده بقى قسمتها طبعا، قسم بقى المقاس اللي انت عايزاه. انا قسمتها كده زي الشكل بره يعني. انت عايزه طبعا تعمليها مربعات بقى، عايزه تعمليها برضو شبه النايتش كده. بصوا جميله جدا وخفيفه، هتعجبكم قوي، وعملت معايا كميه كويسه. بألف هنا وشفا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله.